السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سهلة واقتصادية كوزين مريم نور. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله رايح نحضروا مع بعض وصفة بريوش بالعجينة السحرية، يجي خفيف رطب وهشيش كيما القطن. وصفة سهلة وناجحة بدون جهد ولا أي تعب، بمكونات موجودة في كل بيت. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، والى عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايك وتبارطاجوا الفيديوهات مع اصدقائكم. رايحين نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو الوصفه ما تنسوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه رايحين نحضروا العجينه السحريه. واش نحتاج فيها؟ جيب كاسرونه ندير فيها نص كاس تاع الماء، ورايحه نضيف 2 مغارف معمرين تاع الفرينه. نخلط بارد في بارد. بعدها نحطها على النار مع الخلط المستمر بدون توقف على نار تكون متوسطه حتى هذا الخلطة تتماسك معايا كيما نحضروا صلصة البيشاميل. هنا راهي واجدة، راح نطفي عليها وراح نفرغها في صحن. نغطيها بكيس ونخليها تبرد في الثلاجة، لازم تخلوها تبرد تماما. نجيب إناء اللي راح نعجن فيه، راح ندير فيه 2 كيسان ونص تاع الفرينة. نعمل حفرة في الوسط. عندي مغرفة صغيرة معمرة تاع الفانيليا، ملعقة تاع حليب مجفف أو حليب بودرة، رايح نضيف مغرفة صغيرة تاع الملح. في الوسط رايح ندير 4 مغارف تاع السكر. وعندي مغرف كبيرة نتاع خميرة أو خميرة الخبز، خميرة الفورية. رايح نضيف نصف كأس من الماء الدافئ ونخلط السكر والخميرة هنا باش يذوب لي السكر، ونخلي الخميرة هذه حتى تتفاعل. هنا إذا ما عندكمش حليب مجفف ممكن تعوضوا نصف كأس الماء هذا بنصف كأس حليب يكون دافي. بعد ما خليت الخميرة تفاعلت راح نضيف عليها بياض حبة بيض فقط، أما الصفار راح نحتفظ به للدهن باش ندهنوا به البريوش تاعنا. والعجينة السحرية هذه اللي كنا حضرناها طبعا راهي بردت، من الأحسن خلوها تبرد حتى تجمد. وثاني من الأحسن الفرينة البنات تستعملوا نوعية تكون جيدة. رايح نخلط كل هذه المكونات مع بعض. حتى نتحصل على عجينة. وندلكها دلك خفيف بهذا الشكل. رايح نضيف عليها قشور حبة ليمون مع ملعقة تاع الزبدة تكون طرية، ونحاول نمشيها بإيدي على كامل العجين. طبعا الزبدة تكون بحرارة المطبخ. هنا راني سرع لكم في الفيديو باش ما يجيش طويل. هنا نبقى ندلك فيها بهذا الطريقة.
حتى العجين تتشرب لي كمية الزبدة هذه وما تبقاش دبان. مدة الدلك هنا تقريبا 10 دقائق فقط. بعدها نديرها في إناء اللي كنت دهنته بالزيت ونغطيها ونخليها في مكان يكون دافئ حتى تختمر ويضعف حجمها. نوجد صينية تاع الفرن او البلا اللي راح نطيب فيه. انا درت فيه ورق الزبدة، نتوما اذا ما عندكمش دهنوه مليح بالزبدة او الزيت. استعملت هنا شوية تاع الزيت لانه العجين تاعي تتلصق، كمية خفيفة فقط من الزيت ما تكثروش. نحط العجينة فوق طاولة العمل، وهنا تحاولوا ما تدلكوهاش، كما لاحظتوا انا ما دلكتهاش. نحاول نشكلها الى قسمين يكونوا متساويين. بعدها كل قسم رايحة نقسمه الى 6 اقسام، نتحصل على 12 كري. طبعا تشكلهم على حسب الصينية اللي عندكم، ممكن تصغروهم او تكبروهم. نبدأ نشكل في كل عجينة بهذه الطريقة، نبسطها بإيدي ونحاول ألفها بهذا الشكل طريقة واضحة. كما قلت لكم استعينوا بشوية تاع زيت مسحة خفيفة فقط، ما تديروش الفرينة باش العجينة تاعكم ما تيبسوهاش. نبسط العجين بإيدي ونبقى نلف فيها ونضغط أصابع اليد بهذا الشكل، ونحاول نسكر هذه الأطراف. طريقة سهلة، ونحطها في الصينية اللي حنطيب فيها. نكمل كل الوحدات اللي عندي بنفس الطريقة. تحبوا تشكلوها بهذا الشكل اللي أنا درته أو تشكلوها دوائر عادي. كملتهم كامل كما راكم تلاحظوا. راح نغطيها ونخليها تختمر في مكان يكون دافي. هنا بعد ما خليتها اختمرت وضعف حجمها كما راكم تشوفوا، هنا عندي صفار حبة بيض، درت له فانيليا وحوالي نصف ملعقة أو أقل من الحليب السائل. ممكن ديروا قهوة مع صفار البيض أو النسكافيه كما حبيتوا. ندهن البريوش تاعي، نتدهنوه دهن خفيف ما تضغطوش عليه باش ما يتفشلكمش ويهبط لكم. هنا حبيتوا ترشوه بالجلجلان او السانوج كما تحبوا، او كاوكاو او اي مكسرات. انا خليته كما راه، وندخلوا الفرن يكون ساخن من قبل. نسخن الفرن تاعي، بعدها نضبطه على 170 درجة وندخله يطيب. كي نشوفه تحمر من التحت رايحة نشعله من الفوق حتى يتحمر ويأخذ هذا اللون. هنا البريوش تاعي راه واجد وطاب كما راكم تلاحظوا، ما شاء الله راه محمر. شوفوا كيفاش يجي خفيف. طبعا هنا راهو مازال حامي، يعني كيما خرجته من الفرن. رايحه نقسم لكم باش تشوفوا شكله. راهو سخون كيما قلت لكم. وصفه سهله وناجحه، واهم حاجه روعه البنات. المهم في البنه تاعو كي رايحين تجربوه ان شاء الله رايح ينال اعجابكم. جربوه بنفس الطريقه وبنفس المراحل، طريقه سهله وممتعه. تحضروا الفطور الصباح او قهوه العشيه.
شاء الله وصفتنا لنهار اليوم تنال إعجابكم ورضاكم. وإلا عجبتكم ما تنسونيش بليجام والبارتاج. مع السلامة في فيديو آخر ووصفة جديدة إن شاء الله.